السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض كده زي ما انتوا شايفين القرنبيط، واللي ما بيحبش القرنبيط هنعمل له بطاطس معاه. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة على طريقة أم الله يرحمها. أيام زمان دي الناس اللي كانت بتاعت زمان دي ما تتعوضش في طرق وعمايلهم. أول حاجة كده هنحط المية تغلي، هنحط ملح ونحط كمون ونحط بس ايه يعني نص كوباية مية بسيطة لبن عشان يخلوا وبعد كده هنحط فيهم بقى ايه زهرة القرنبيط معانا تتسلق. مقطعينه حتت كبيره وبعد ما اول يتسلق حاجة هنقطع الكمون حتت عشان صغيره شرايح الانتفاخ صغيره زي ده واللبن كله. برضو بيخلي القرنبيط دوت معاكي ونحطه ابيض، في وما المية عشان بتيجي يقدر تحطيه يستوي. يتسلق ما بيبقاش طايف على الوش، بيبقاش عايم على وش المية، يعني بينزل في الحلة من يلا تحت. على بطاطسيتين. هنا القرنبيط بطاطسيتين دول انا يتسلقوا هسلقه، نملحهم وهنا ملح برضو اللي ما وتتسلق. بيحبش القرنبيط انا حطيت بطاطسيتين كده اسلقهم عادي خالص بملح وكمون، وهنقليهم برضو بنفس خلطة القرنبيط اللي هنعملها سوا. هنا القرنبيط بيغلي معانا اهوت. اهم شيء لما تيجي تسلقي القرنبيط ما تسلقوش سوا كامل، يعني يا دوبك بصي نص سوا كده يبقى ماسك نفسه، هتصفيه بقى وهو ياخد السخونية، هياخد السوا بقى بتاعه. انما انت تنزليه وتشطفيه بالميه يبقى انت نزلت الملح بتاعه. تعالى هنعمل الخلطه مع بعض. هنا 3 قطيات معصورين ومضروبين في الخلاط ومصفيهم كويس. هنحط عليهم بقى كميه الدقيق على حسب ما العجينه تلف معانا، يعني العجينه وسمكها انت هتشوفيه معايا دلوقتي. وهنا هنحط رشه بيكنج باودر بسيطه. انت هتعملي بقى على حسب الكميه اللي عندك، يعني انا عامله 3 قطيات عشان خاطر انا عندي كميه زهره القرنبيط كبيره، وهقلي كمان بطاطس معاها. انت تقدري تعملي اقل من كده، دي حاجه براحتك، وممكن تحطي ميه بدل القوطه وممكن تحطي لبن، بس القوطه بتخلي الخلطه مسكره وحلوه قوي. انا ربيت الدقيق مع القوطه كده خليته سمك تقيل. هضرب بقى البيض في الخلاط مع فلفل اسمر وكمون ورشه قرفه صغيره، عشان رشه القرفه بسيطه مش طعمها مش هيبان وهتمنع الزفاره تماما. هنضربها كويس بقى في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هحطها بقى ايه على العجينه التقيله اللي انا عملتها. اول ما بتحطي على العجينه بتظبط بقى، يعني العجينه ديت الدقيق والقوطه تقيله، هتحطي عليها بقى هتظبط سمكها. وهنا حطيت الملح عشان يحيق الخلطه معانا، وهندوب بقى البيض كويس في بقيه العجينه اللي احنا عملناها. اهم شيء لما تيجي تعملي القرنبيط، هنا انا عندي شبت وبقدونس، اللي حابب الخضره اللي يحطها دي رغبه ترجعلك. هنا انا بحط شبت وبقدونس. بص كده دي سمك القرنبيطه الخليط، عشان لما تيجي تحطي القرنبيطه تقشيل معاكي. هنا انا القرنبيط برد معايا خالص زي ما انت شايفه كده. انا بحب اقطع القرنبيط شرايح، ما بحبش اقلي الزهره زي ما هي كامله كده، لا بحب اقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده، بحيث لما اقلي ما احط الزيت كتير اقلي فيه، ومن الناحيه التانية القلب يستوي، ما تبقاش الزهره كبيره قوي قلبها ما يبقاش مستوي معانا، يبقى العجينه نيه، لا كده القلب بتاعها بيستوي معانا على طول وبيبقى مستوي. هنا انا بقطعها شرايح زي ما انتم شايفين اهوت، هقطعها كلها شرايح ونرجع مع بعض نقلي بقى عشان تبقى شرايح معانا ما تبقاش ايه. بس بوريك واحده كمان اهي. عندنا كده هنا انا قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين. هنرجع نقلي بقى، نحط زهرات القرنبيط كلها كده زي ما انتم شايفين في العجينه ونقلي بقى. هنحط في العجينه كده ونطلعها نحطها في الزيت تتقلي. اهم شيء الزيت يبقى سخن عشان ما تحطيش في الزيت بارد هيشرب منك زيت القرنبيط، وفي نفس الوقت ممكن يلزق منك في الحله اللي انا بقلي فيها من تحت، يعني الحله ممكن يلزق فيها. هنا انا اللي متابعني عارف ان انا بقلي في حله عشان خاطر الزيت ما يطرطش معانا البوتاجاز ويبهدله. هنا هنقلي بقى القرنبيط واحده واحده كده، وطي ايدك وانتي بتحطي عشان خاطر ما تحدفيش الزيت يطرطش يلسعك. هنا بصي برضه هحط تاني اهوت، بوطي ايديا خالص وانا بحط عشان خاطر ما تحدفيش القرنبيطه الزيت يطرطشك وتتلسعي. ما تحركيش القرنبيطه الا لما تحسي ان جنابه معاكي يعني استوى، اقلبي بقى القرنبيطه عشان ما تفضليش تقلبي فيها، العجينه تفضل تبهدل معاكي في الزيت وخلاص. هنا بقى بصوا الجناب يعني اصفرت معانا، لونه لون معانا ان هو استوى. هقلبه بقى على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده.
الجنب التاني يستوي راخر، يعني انا هنقلب بقى كده عشان الجنب التاني يستوي. اول ما يلون بقى برضو هنطلعه بقى ونحطه على مناديل. زي ما انتوا شايفين انا بقلبه اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بصوا كان طعمه جميل والله، كان طعمه تحفه. خلطة سهلة وجميلة، وكمية البيض اللي مش عايز يحطها دي حاجة يعني أنا حاطة 5 بيضات عشان خاطر القرنبيطة كانت كبيرة معايا. ده زمان أهالينا كانوا بيحطوا بيض كتير قوي، بس الدنيا بقى غالية اليومين دول. هنا بقى اتحمر معانا زي ما انتوا شايفين. أنا بصفيه كويس من الزيت وأحط على مناديل ورق كده عشان لو أي زيت زيادة يشربه. هنكمل بقى بقيه الكميه برضو تاني. انا بوريك اهو. بصي ما تيجي تحطي بالراحه عشان خاطر لو حدفتي هتطرطش الزيت عليكي. تحطي بالراحه. هنا بقى بعد ما هنحط القرنبيط كله بقى خالص، هنسوي بقى القرنبيط كله، وبعد كده بقى نبقى نسوي البطاطس معانا. هنا كده انا القرنبيط زي ما بوريك اهو. هنا انا خلصت كميه القرنبيط بقى معايا. هقلي بقى البطاطس. هقولك بقى انا بعمل في البطاطس ايه لما باجي ايه اقليها. هاخد الخلطه الباقيه معانا من بقيه القرنبيط، هحط معلقه دقيق عليها عشان تتقل معانا، لان البطاطس لما بتيجي تقليها ما بتشيلش خلطه. لما تكون الخلطه خفيفه شويه ما بتشيلش. هنا انا بتقل الخلطه شويه عشان خاطر تيجي تقلي البطاطس تشيل معاكي عجينه. هنا هنقلي برضو العجينة. بصوا هنقلي برضو البطاطس، وهنحط في العجينة بتاعتنا الخلطة اللي عملناها، وهنقلي بقى كده. لما بتقلي العجينة معاكي شوية بتخلي البطاطس تشيل معاكي من الخلطة على البطاطس. هنا بقى الجناب بتاعتها احمرت برضو، هنقلبها. هي البطاطس ما بتاخدش سوا خالص، بتبقى جميلة برضو وطعمها حلو وجميل. للي ما بيحبش بقى القرنبيط ياكل البطاطس، بتبقى حلوة اوي، بتبقى واخده نفس الخلطه بقى بتاعه القرنبيط، وبتبقى حلوه قوي. هنا برضو بعد ما نقليها بقى تحمر من ناحيه، نقلبها على الناحيه التانية ونطلعها برضو على مناديل. هنا بقى خلصنا برضو البطاطس. هنا البطاطس فاتح عن القرنبيط شويه، لان احنا حطينا معلقه دقيق فتحت الخلطه شويه، انما هما الاتنين في الوضع ذهبي وشكلهم جميل وطعمهم احلى. اتمنى الفيديو يعجبكم، واللي اول مره يشوف قناتي يدوس لايك. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.